الفيلم بيبدأ بصوت ستيف وهو بيحكي عن ذكرى من طفولته. زمان كان كل حلمه إنه يشتغل في المناجم. بالنسبة له ما كانش مجرد شغل، كانت دي رسالته. بس الحلم ده اتكسر بسرعة لما حاول يتسلل للمناجم. عامل هناك شافه واتعصب وقال له اطلع بره يا ولا. قلبه وقع من الخوف وعيونه مليانة خيبة أمل. لف وجرى وكل خطوة كانت بتبعده أكتر عن حلمه. السنين بتعدي ودلوقتي ستيف بقى شاب واقف على المسرح في أهم حفلة غنى في حياته. بس وهو بيغني كان واضح الحكام مش مقتنعين خالص. بينزل من على المسرح مكسور، وفي التعليق الصوتي بيقول إنه لسه مش قادر ينسى حلم المناجم. فبيقرر يجرب حظه تاني. بياخد معاه فأس وخوذة وينزل لتحت الأرض. في الضلمة بيلاقي حاجتين غامضين شبه القطع الأثرية. أول ما بيركبهم في بعض بوم، بيتنقل لعالم غريب اسمه الأوفرولد، مكان سحري. الخيال فيه بيبني الواقع. في العالم ده مش بس بيبني بيت، لأ، بيبني 3 بيوت. وأول ما بيستقر التالت بيهجم عليه دينيس ديب مفترس. بسرعة ستيف بيرميله عظمة قديمة ناشفة، وفجأة دينيس بيتحول لصاحبه الوفي. من ساعتها بقوا فريق واحد بيبنوا ويعيشوا سوا، وحولوا العالم ده لجنة خاصة بستيف. في يوم من الأيام ستيف بيلاقي بوابة غريبة في وسط الغابة. دينيس يطير فيها من غير ما يفكر وستيف يلحقه. على الناحية التانية بيوصلوا لعالم مظلم تحت حكم مخلوقات اسمها بيجلنز. المملكة دي بتاعت مالغوشيا، حاكمة شريرة كانت بتحلم تكون فنانة، لكن أهلها وخصوصا أبوها كسروا الحلم ده وخلوها تتحول لوحش. مالغوشيا بتخطف الكرة السحرية من ستيف وبتحبسه. خطتها تستخدم قوة الكرة علشان تغرق الأوفرورلد في ظلام أبدي، لأن البيجلينز ما بيستحملوش النور. في آخر لحظة دينيس بيدخل زي السهم، بيكسر الباب وبينقذ ستيف وبيسرق الكرة من تاني. ستيف بيديله الكرة وبيقوله ارجع للعالم الحقيقي وخبيها بسرعة. دينيس يجري ويخبي الكرة تحت سرير ستيف، بس للأسف ستيف بيتقبض عليه من جديد. نيجي للوقت الحالي. جاريت بطل فيديو جيم زمان ودلوقتي صاحب محل مليان حاجات قديمة وكراكيب. الراجل ده عايش على أطلال أيام المجد، لكن دلوقتي مهدد بالطرد من المحل. وعلشان ينقذ نفسه بيروح مزاد تخزين تابع لصاحبه داريل على أمل يلاقي جهاز أتاري كوزموس نادر ممكن يغير مصيره. بس لما بيفتح وحدة التخزين بيلاقيش غير كورة غريبة وكريستالة بتلمع. بيتعصب وينهار قدام الناس. في نفس الوقت ناتالي بنت شابة لسه ناقلة البلدة اسمها تشولس في أيداهو مع أخوها الصغير هنري بعد وفاة والدتهم. ناتالي بتشتغل في مصنع شيبسي، ماسكة السوشيال ميديا بتاعته، وهنري بيبدأ أول يوم مدرسة. صبح أول يوم ناتالي بتحضر له فطارها الشهير بيتزا بطاطس. وهو رايح المدرسة بيعدي على محل جاريت بيسأله دورك على إيه؟ هنري بيرد بشوف بس. جاريت بيديه منشور لبرنامج توجيه اسمه إزاي تكسب في لعبة الحياة. هنري يومي برأسه ويمشي. في المدرسة بيقابل الناظرة الغريبة مارلين، وبعدين يدخل الفصل ويفتخر بمشروع الجيت باك اللي عامله بإيده. بس 2 من المتنمرين بيبوظوا له الجهاز، وفجأة الجيت باك بيطير ويخبط في مصنع الشيبسي اللي شغالة فيه ناتالي. يجيبوه على مكتب الناظرة اللي تقوله انت عملت حاجة فظيعة جدا، خبطت في اقتصاد السناك القومي. هنري يعتذر وبيقول انها كانت غلطة، بس مارلين بتصر انه يجيب ولي امر. مش عارف يعمل ايه، بيتصل بجاريت الراجل الوحيد اللي كلمه النهارده. جاريت بيوافق وبيجي المدرسة متنكر كأنه عمه. مارلين تبدأ تغازل فيه، وجاريت يضحك ويقول اللي طلع الست دي كان أهبل، وياخد هنري للمحل. وهناك بيلاقوا الكرة والكريستالة تاني، ومعاهم ورقة من ستيف محذرهم إنهم ما يستخدموش الحاجات دي في مصلحتهم الشخصية علشان الخطر جاي. بس طبعا ما يسمعوش الكلام. هنري يركب الكرة في الكريستالة وفجأة حاجة بتسحبهم ناحية المناجم. في الوقت ده ناتالي بتحاول توصل لهنري ومش عارفة، فبتكلم داون سمسارة البيت اللي بعت لهم البيت، واللي كمان عندها حديقة حيوانات متنقلة. داون تقولها ببساطة إن هنري اصطدم بمصنع الشيبسي وغالبا دلوقتي جوه منجم. ناتالي وداون يجروا ناحيته. جوه المنجم جاريت وهنري بيلاقوا حد بيراقبهم، دينس. بعدها بلحظات ناتالي وداون يوصلوا ويبدأوا يسألوا مين جاريت ده أصلا. هنري بيقول للناظرة إن جاريت هو المرشد بتاعه. وفجأة الكريستالة تبتدي تنور وتتهز كأنها بترد على البوابة، وفجأة كل حاجة بتنفجر والجميع بيتسحبوا جوه.
الدنيا تتشقلب ويلاقوا نفسهم في عالم مبهر اسمه الأوفرورلد، مكان خيالي كأنك جوه لعبة بس بجد. في نفس الوقت في العالم المظلم مالغوشيا والبيجلينز بيحسوا إن الكرة رجعت. ما بتضيعش وقت، بتروح لستيف اللي لسه محبوس، بتفك أسره، بس مش علشان طيبة، لا، بتأمره يرجع الكرة وبتقوله لو عمل حاجة غبية هتقتل دينيس. نرجع للأوفرورد والمجموعة مبهورة بالجمال حواليهم، بس الفرحة ما بتكملش. مع غروب الشمس السما بتسود والمكان يتحول. فجأة زومبي وهياكل عظمية يطلعوا من الظلام ويهجموا عليهم. هنري يفكر بسرعة ويستغل خبرته بالعالم ده ويبني لهم قلعة يحتموا فيها. وفي اللحظة المناسبة ستيف يوصل وينضم للمعركة جنبهم، بس في وسط الزحمة جاريت يغلط ويكسر كريستالة الأرض، الطريق الوحيد للرجوع للعالم الحقيقي. مع شروق الشمس الوحوش تتحول لتراب. ستيف يشرح إن في طريقة تانية نقدر نلاقي بيها كريستالة جديدة، بس الطريق مش سهل، محتاجين يلاقوا قصر مخفي في الغابة، مفيش حل تاني. فيبدأوا الرحلة، ستيف يمشي قدامهم ويريهم جمال الأوفرورلد. يزوروا قرية مسالمة سكانها طيبين وغريبي الأطوار، ويشرح لهم إزاي البناء في العالم ده سهل وجميل. بس طبعا الهدوء ما بيكملش. بيجلينز بقيادة القائد الشرس تشانجاس يهجموا على القرية. وسط المعركة المجموعة تتفرق، ستيف وجاريت وهنري يهربوا، لكن ناتالي وداون يتسابوا ورا. البنات ما يتخضوش، يتحدوا وياخدوا بعض البيجلينز في طريقهم ويثبتوا إنهم أقوي من اللي الناس فاكرينه. بعد المعركة يقابلوا دينز، مع إنه مش بيتكلم بيستعمل إشارات علشان يرشدهم لمكان الباقيين. في مكان تاني القائد تشانجاس يرجع لمالجوشيا، بس بيلاقيها مستنية بالعقاب. فشل في إنه يقضي على الأبطال، فبتنتقم منه وتخلص عليه، وبعدها تطلق وحشها الأسطوري زغرت هوج. في الناحية التانية ستيف وجاريت وهنري مستخبيين في كهف. جاريت يطلب من ستيف يوريه كنوز الأوفرورلد الحقيقية. ستيف يوافق بالعافية وياخده لمناجم الألماس، بس هنري يلاحظ إن الجاريت بقى مهووس بالكنز بشكل مقلق. وأثناء ما هما بيدوروا الوحش زغرت هوج يلاقيهم، بيهجم عليهم، فبيجروا على عربيات منجم ويفجروا كريبرز وراهم. آخر انفجار بيطير الوحش وبيفجره والمجموعة تنجح في الهروب. في العالم الحقيقي واحد من سكان الأوفرورلد اسمه نتويتي عادي من البوابة بالغلط ويتخبط بعربية مارلين، مع إنه مش بيفهم إنجليزي بتاخده البيت. وفي العشاء حاجة غريبة بتحصل، مارلين تبتدي تقع في حبه. وفي نفس الوقت ستيف، جاريت وهنري يوصلوا للقصر الغامض، يتفرقوا علشان يعملوا تشتيت، وهنري يدور على الكريستالة. ستيف يشغل الوحوش بصوت غناه، وجاريت يعمل عرض رقص رهيب. وأثناء البحث هنري يقابل إندرمان وحش بيختفي ويظهر وبيخلي دماغك تلعب بيك، يخليه يشوف أصحابه وهما بيقولوا كلام جارح. بس هنري يقاوم ويهزمه وياخد منه إندر بير الحاجة بتخليه يقدر يتنقل لحظية. فجأة مالغوشيا وجيشها يهجموا على القصر، بتخطف الكرة من تاني والمعركة تبدأ. ستيف وهنري يهربوا بمنطاد وجاريت يفضل ورا علشان يغطيهم. في لحظة صدمة TNT بتنفجر وتدمر الكوبري، وجاريت بيبان إنه مات. ستيف وهنري يطيروا من الانفجار ويقعوا، يصحوا يلاقوا إن داون وناتالي ودينس أنقذوهم. الكل حزين على جاريت، بس مفيش وقت للحزن. مالغوشيا بتستخدم الكرة علشان تطلق جيش من الوحوش يهاجم الأوفرورلد. الأبطال يجمعوا الجولمز الحديد ويبدأوا معركة عظيمة، سيوف، صريخ، والكون بيتهز. هنري يطلع جري على برج مالجوشي علشان ياخد الكورة، بس وهي بتطلق عليه ضربة بيقع من فوق. وفي اللحظة الأخيرة جاريت يرجع عايش وبيسوق المنطاد ويمسك هنري في الهواء. مع بعض يهجموا على البرج، وفي معركة نهائية ملحمية بينتصروا ويستعيدوا الكرة. نورها يرجع والظلام يختفي، الوحوش تدوب. مالغوشيا تحاول ضربة أخيرة على ستيف، بس خلاص اتغلبت. البوابة للعالم الحقيقي بتتفتح، الكل بيستعد يرجع، بس ستيف يقف متردد. ايه اللي فاضل ليه هناك؟ ناتالي تقول له الموضوع مش دايما عن اللي العالم ممكن يديهولك، بس عن اللي انت ممكن تضيفه للعالم. ستيف يبتسم ويرجع معاهم. في السرد الأخير ستيف بيحكي ازاي الدنيا اتغيرت بعد رحلتهم. جاريت رجع المحل بتاعه واخترع لعبة أركيد جديدة بمساعدة ستيف، وبقت ضربة بين الأطفال. داون خلت حديقة الحيوانات بتاعتها مشهورة بعد ما ضافت كائنات من الأوفرورلد زي دينز. ناتالي بدأت فصل للدفاع عن النفس للأطفال في المدينة. وهنري صلح الجيت باك وبقى أشهر ولد في المدرسة.
الفرقة كلها تتجمع في المحل بتاع جارد في حفلة فرحانة، وروابطهم أقوى من أي وقت فات. شكرا على المشاهدة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تلحق تلخيصات الأفلام الجاية. Thanks for watching. Like and subscribe.